نظمت ثانوية ابن خلدون حفل التميز والتكريم بمناسبة نهاية الموسم الدراسي، وكذلك بمناسبة النتائج جد الطيبة المحققة على مستوى المؤسسة، خاصة في المستويات الإشهادية والتي لم تعرفها المؤسسة سابقا، خاصة في سلك البكالوريا. بالنسبة للحفل، عرف تكريم 7 أساتذة منتقلين، كذلك تكريم السيد مقتصد المؤسسة المحال على التقاعد، وبهذه المناسبة اللي كنشكروه على الخدمات الجليلة التي قدمها للمؤسسة. كما كذلك عرف الحفل تكريم وكذلك توزيع مجموعة من الجوائز القيمة التي أعدتها جمعية آباء وأولياء التلاميذ، والتي نشكرها في هذه المناسبة. هي عبارة عن حواسب للأوائل على في المستويات الإشهادية، ثم مجموعة كذلك من الجوائز القيمة للمستويات غير الإشهادية. الحفل عرف فقرات تنشيطية، كما عرف عدة كلمات شكر وتقدير للمجهودات المبذولة على مستوى المؤسسة، وكذلك تشجيعا للتميز وتشجيعا كذلك للكفاءات على مستوى المؤسسة وكذلك المنطقة. بالنسبة لي الحفل كذلك هو عبارة كذلك عن محطة لربط أواصر التواصل بين المؤسسة والمحيط، ولهذا فالحفل كذلك من خلاله تم توجيه كلمة توجيهية نحو المجتمع المدني الانخراط في العملية التعليمية بالنسبة للمؤسسة، وكذلك في دعم وحفز النوابغ وحفز المتميزين على مستوى المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. النشاط أقيم لحفز التلاميذ المتفوقين وتشجيعهم للمزيد من العطاء، ونريد من خلاله أن نقعد لأنشطة أخرى في المستقبل، على أن تكون هذه سنة نقعد لها، تكون سنة في نهاية كل موسم دراسي في مؤسسة ثانوية ابن خلدون، التي ما فتئت تحقق نتائج سارة سواء محليا أو إقليميا. هذا الحفل جاء من جهة لتحفيز هذه التلاميذ، ومن جهة أخرى لنقول شكرا للأساتذة الذين حالفهم الحظ ووفقوا في الحركة الانتقالية لغادروا المؤسسة، ثم لتكريم إطار أحيل على التقاعد، وكذلك نقول له شكرا على جميع الخدمات التي أسداها للمؤسسة. وشكرا مرة أخرى لهذا الموقع على هذه الاستضافة الكريمة. نشكر القائم عليها السي علي بوراق، وهو من أحد التلاميذ النجباء الذين مروا بهذه المؤسسة مرة أخرى. شكرا لهذا المنبر على هذه الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.